حمد الله لم يكن مجرد اسم عابر في مشوار المنتخب المغربي بكأس العرب، بل كان عنوانا لقصة إصرار ورد اعتبار. تعرض اللاعب لانتقادات واسعة بعد مباراة عمان، واعتبر كثيرون أن مردوده لا يرقى لطموحات الجماهير، لكن ما لم يكن يعرفه الجميع أن حمد الله كان يجهز للرد داخل الملعب لا خارجه. اليوم خرج الصحفي أشرف بن عياد بتسجيل صوتي تاريخي كشف فيه حوارا حماسيا بين حمد الله وباشرة بعد تلك الانتقادات. المغرب القضية عندك إن شاء الله حتفاضل بيه، أنا غادي نجيب هذا الكوب إن شاء الله بإذن الله. تسجيل يؤكد أن اللاعب وعد بالعودة القوية وقيادة المغرب نحو اللقب العربي. الوعد لم يبق كلاما، بل ترجم فعلا في نصف النهائي أمام الإمارات. حمد الله عاد بقوة وساهم بهدفين حاسمين قادا أسود الأطلس إلى المباراة النهائية. وفي النهائي كانت ليلة استثنائية في تاريخ الكرة العربية. دخل حمد الله كبديل في وقت صعب والمغرب متأخر في النتيجة. بشخصية الكبار قلب الموازين وسجل هدفين غير مسار اللقاء، هدفان أعاد المغرب إلى المباراة وقاداه للتتويج بكأس العرب. مباراة صنفها كثيرون من بين أفضل النهائيات العربية عبر التاريخ. حمد الله أثبت أن النجوم الكبار لا يسقطون أمام الضغط، بل يحولون الانتقادات إلى طاقة إيجابية داخل المستطيل الأخضر. وهكذا أسكت حمد الله كل المشككين وكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المغربية. قدر الكبير مع حمد الله يشيلوها الاثنين، يهزوها الاثنين، يرفعوها الاثنين. ميسي في حلقة ثانية وشيل شيل يا حريمات، شيل يا حمد الله، شيل. المغرب بطل من جديد. هذه نسخة لعبت نحلم بالقادمة. هكذا التنظيم هنا في كأس العرب يخلينا نودع بطولة ونستانسوا ببطولة ونستناو في بطولة. يا ريت تولي كل عامين. هنا الدوحة، هنا السكتيوي، هنا سارو، هنا كأس المجد، هنا الذهبية، هنا الأسود، هنا المغرب. مواعيدنا متواصلة وتطلعاتكم هي في بالنا وفي خاطرنا من يوم عرب إلى أيام إفريقيا. هكذا هي بين سبورتس، هي آلة متواصلة في العمل ومتواصلة في الظهور ومتواصلة بإذنه بالنجاح. اليوم عرب وغدا إفريقيا، 72 ساعة ويفتتح المشهد والحفل الإفريقي حصريا على بين سبورتس. المغاربة بقوة حضروا عربيا بالفريق الثاني ويعولون على أولاهم من أجل كأس مرتقبة منتظرة من 50 سنة. خذ الصورة، خذ السيلفي، خذ اللقطة، خذ اللفة، خذ الدورة، خذ الزيارة، خذ الجولة، خذ الحكاية واكتب العناوين. المغرب بطل العرب، المغرب بطل العرب، المغرب بطل العرب. مبروك للوصول، ألف مبروك للمغرب، ألف مبروك للأردن. مباراة اليوم أراد لها القدر بطل، ولكن الاثنين أبطال، الاثنين أبطال. ارفع الكاس الغالية، كاس العرب في يدي سارو وفي يد النجوم وفي يد كل الأسماء. بن شرقي على القميص وبن شرقي في المنصة، وحمد الله هو من صنع وواصل في كتابة التاريخ. محمد سعدون الكواري. هكذا هي أجواء البوديوم المغربي، وهكذا هو